قمر الدين أساسي في رمضان، يتعمل مهلبية يتعمل عصير، المهم انه لازم يبقى موجود في كل بيت في رمضان. بس طبعا مش كل اللي بيتفق على حبه او كله بياكله او يشربه. هنعمله النهارده بطريقة هتخلي الكل يشربه ويحبه. انا نفسي من الناس اللي ما كنتش بحب قمر الدين او ما كنتش بفضله قوي، بس لما جربت الطريقة دي بجد يا جماعة انا بقيت بحبه جدا. تعالوا بقى اقولكوا ايه هي الطريقة. هاتي القمر الدين بتاعك، هنفتحه بالشكل ده. تقدري تقطعيه بايدك او بسكينه، بس السكينه تبقى حاميه عشان يتقطع معاكي بسهوله. هنقطعه بايدينا بالشكل ده، نسحب حته. طبعا خدي على قد كميه العصير، مش لازم تاخدي الحته كلها. عايزه اقولك ان احنا هناخد ربع الكميه اللي هي ربع كيس. هنقطعه، هتعمل لنا شفشق كبير هيكفي عزومه انت عاملاها. تعالوا بقى هنقطعها كده ونقعد نقطعها قطع صغيره عشان تدوم معانا اسرع. هنقعد نقطع فيها بالشكل ده، هي بتتقطع بسرعه بس محتاجة بقى مجهود بقى، او سكينة يعني براحتك. بعد ما هنقطعها هنكون مسخنين مية سخنة بتغلي، ونقوم جايبين المية السخنة دي حاطينها على قمر الدين وسايبينها منقوعة ساعة عشان خاطر نتأكد ان قمر الدين تاب في قلب المية دي ويدوب بسرعة. عندك وقت بقى وعايزة تسيبيه اكتر، حطي مية عادي من الحنفية بس سيبيه بقى وقت كبير. انما مستعجلة وعايزة تخلصيه بسرعة، حطي عليه مية سخنة وسيبيه منقوع كده فيها شوية. بعد كده هنجيب تاني مكون معانا وهو 5 جزرات. هنقشرهم ونغسلهم كويس ونبدأ نقطعهم بقى بشكل عشوائي كده، عشان هنحطهم بعد كده. بعد ما هنقطعهم بالشكل ده هنحطهم في حلة وعليها شوية من المية، ونحطها على النار لمدة ربع ساعة تغلي معانا تستوي، عشان في الضرب تتضرب وما يبقاش ليها اي اثر ولا قوام خالص، محدش يحس بيها. لان برضو في ناس كتير ما بتحبش الجزر لا في عصير، وخصوصا لو الجزر مسلوق، وانا كمان من ضمن الناس دي. هنقطع الجزر كده ونجيب الحله بتاعتنا زي ما قلت لكم، هنحط كميه الجزر بتاعتنا. انا عامله 5 جزرات، حجمهم متوسط لكبير. وبعد كده هملى ميه. خدي بالك ان الميه اللي هتبقى في قلب الجزر دي انا مش هرميها خالص، اوعي ترميها او تصفيها، لان الفايده بتاعت الجزر نزلت في الميه دي. انا حطيت هنا بقيه الميه السخنه اللي كانت معايا وعليها شويه كمان من الميه من الحنفيه، وهرفعهم على النار متوسطه 10 دقايق ربع ساعه تستوي معانا، واكون مغطياها برضو. وبعد كده هاجي لاخر مكون معانا، البرتقال. انا عايزاكي تعتمدي الطريقه دي في التقشير، بجد ما بتاخدش وقت خالص وبتخلص بسرعه. هنغسل البرتقال كويس. بعد كده نقسمه بالشكل اللي قدامك ده، ونبدأ نفتحه بالطريقة دي، بتخليكي تقشري البرتقال وبأسهل طريقة. عايزة اقولك ان الطريقة دي انا متعودة عليها من وانا صغيرة. لما كنت باكل برتقال كانوا علمونا الطريقة دي، ناخد كده البرتقانة بتتفتح معانا وبكل سهولة. شايفين ما خدتش وقت خالص. لا نقعد بقى نقشر ونقعد نلف حوالين البرتقانة وحتة تتقشر حلو وحتة لأ. دي بتطلع معاكي برتقانة مظبوطة على الشعرة، لا واكله منها ولا في حاجه عامله ولا اي حاجه، مظبوطه. انا هنا استعملت برضو حوالي 4 برتقانات. هقشرهم كلهم بالشكل اللي قدامك ده، وبعد ما هقشرهم هقطعهم برضو قطع صغيره عشان تبقى سهله معايا في الضرب في الخلاط، وما يبقاش ليها برضو اي اثر وتتضرب كويس جدا معايا. البرتقان هيدي طعم كده حلو، وكمان عايزه اقولك ان المشروب كله هيبقى فيه فيتامين سي بتاع البرتقان، وهيبقى فيه فوائد الجزر وفوائد قمر الدين، يعني قنبله فوائد. بعد ما هقطعه كده هجيب بقى بعد ساعة، هرجع بعد ساعة اجيب قمر الطين بتاعنا. بصوا بقى لما نشيل الغطا من عليه ونيجي هنا نقلبه، كان عدى ساعة بالظبط على قمر الطين. بصوا بقى داب معانا ولون المية اتغير خالص. طبعا هيبقى فيه كتل بسيطة جدا، بس عايزة اقولك ان الكتل دي دايبة، يعني مش تخينة كده ولا اي حاجة. هاتي بقى الخلاط بتاعنا، هنحط القمر الدين الاول، نحط كله. عايزة تحطي عليه شوية مية كمان ماشي، حطي شوية مية لان القوام هيتقل. حطي شويه ميه كمان واضربيهم في الخلاط، بحيث ان كل اللي فيه يدوب معانا كده خالص والقمر الدين يختلط بالميه اكتر. ونحطه في بوله كبيره، ونرجع تاني بقى نجيب في نفس الخلاط من غير ما نشطفه. هنحط فيه الجزر بتاعنا اللي احنا سلقناه بالميه بتاعته، وبعد كده برضو هنحط كميه البرتقان اللي احنا قطعناها بالشكل ده على بعض. وعايزه اقولك حلي بقى بعسل، حلي بسكر، بس ما تكتريش من السكر لان كده كده قمر الدين والبرتقال بيبقى فيهم سكر. انا حطيت حوالي معلقتين سكر لان ما بحبش حاجه مسكره، واصلا طلع مظبوط جدا على الشعره. ممكن تقللي السكر عن كده. هنروح بقى نحط برضو شويه ميه عليهم ونضربهم في الخلاط. بصوا ميكس الالوان اللي هيحصل بقى.
برتقان مع اصفر كده، لون برتقاني مع اصفر كده، الوان خطيره. نضرب كويس قوي 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 لحد اما الجزر والبرتقان يتفتفتوا كده ويبقوا خلاص دابوا. بس برضو بعد ما نضربهم كويس قوي لازم نجيب مصفى ونصفيهم فيها كويس، عشان برضو ما يبقاش فيه قشر برتقان او بواقي جزر يضايق اللي بيشربه ويخليه ما يشربهوش. هنقلب كويس قوي. عايزه اقولك انك بعد ما تصفيه الباقي اللي هو القشر بتاع البرتقان او الجزر ما ترموهوش، كليه فيه فايده، بس عشان الناس اللي ما تحبهاش وكمان الشكل ما يبقاش لطيف. هنقلبهم كده كويس قوي مع بعض، ونجيب الشفشق بتاعنا نحط فيه العصير اللي احنا عملناه ده. هنا احنا كده بنميكس العصيرين مع بعض، بنخلطهم مع بعض. نجيب الشفشق بتاعنا نحط فيه العصير اللي احنا عملناه بقى، ونحطه في التلاجة يسقع عشان نشربه وناخد احلى مشروب فيه فيتامينات، مفيد للاولاد، حلو قوي وهيعجبهم ومختلف واساسي برضو على سفرة رمضان، ويعوضهم عن الصيام بشوية فيتامينات حلوة كده. وصبيه وشوفي لي اللون والقوام، بجد يا جماعه هتندموا لو ما جربتوش الطريقه دي. شير الوصفه دي مع كل حبايبك عشان يعملوها لاولادهم، ولو انت عارف او هم الناس الكبيره ما بيحبوش قمر الدين يجربوها، بجد هتعجبهم قوي. وما تنسوش تشتركوا في القناه واعملوا لي لايك وكومنت عشان تدعموني، ونتقابل في وصفه جديده. باي باي.